I don't have time. اللوك احمر على الاسد يمنع حسد. هابي فالنتاين داي فلورزي وي دونت هاف تايم. طيب بصوا يا حلوين، فيديو النهارده بخصوص الفالنتاين. يعني ايه؟ ازاي تعرف ان الشخص ده بيحبك؟ ايه هو الحب؟ اعرف ازاي اني بحبه؟ العلاقه دي هتنجح ولا مش هتنجح؟ في بدايه الريل الله اكبر عليا، اللهم لا حسد، عشان الاحمر دايما لما بلبسه بتحسد. المهم، بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي اعرف ان الشخص ده بيحبني، او ازاي اقول ان انا بحبه، او ازاي العلاقه دي تنجح؟ لازم يكون معاكي 3 عناصر اساسيه اتكلمت على التي في فيها قبل كده. رقم 1، التفاهم ما بينك وما بينه، لازم تكونوا بتكملوا بعض، لان بعد الجواز اللي هيستمر التفاهم مش الحب، العشره والود. فرقم 1 يا حبيبه قلبي، لازم الشخص ده يكون بيحبني زي ما انا بحبه، لازم يكون بيحس بيا زي ما بحس بيه، متفاهمين مع بعض، بحس بيه وبيحس بيا، بيفهمني وافهمه، بنكمل بعض. ده عنصر اساسي وقوي جدا يعني ان العلاقه تستمر وتكمل. التفاهم. تاني حاجة يا حبيبة قلبي بعد عنصر التفاهم، زي ما اتكلمنا في الريل اللي قبله، رقم 2 المستوى لازم يكون زي بعض. مستوى الاجتماعي والمادي لازم يكون مشابه زيك. يعني انت من عيلة متوسطة، يا تاخدي واحد متوسط يا اعلى. اقل وقعتي، طب وقعتي ما تتابعنيش. انتوا فاهمين طبعا الكلام بتاعي. عناصر اساسية في الناس ما تتابعنيش فيها. حاجة تانية، لازم يكون مستوى التعليمي زيك، دكتور دكتورة مهندس معرفش ايه. مستوى التعليم لازم نبقى شبه بعض عشان نفهم بعض. ما اروحش انا ابقى متعلمة اخد واحد واخد محو اميه واقول بحبه، لا ساعتها اقول لك ما تتابعنيش على طول كده. رقم 2 يا حبايب قلبي يا نور عيني، المستوى المادي. انت متعوده على ستايل معين في بيتك، خدي واحد هيعيشك في نفس المستوى. انا ما بقولكيش اعلى، بس على الاقل في نفس المستوى، او احسن يفضل، لكن اقل مش هقدر. طب اللي تقولي هعيش معاه حتى لو ما فيش اكل، ده كلام في الواسع وكلام فيديوهات، انما انا هنا بقول لك الواقع. ما فيش حد هيرضى يعيش اقل من مستواه. الواقع غير المحن بتاعك. بصي بقى يا حبيبه قلبي هفهمك انا. بعد ما خلاص مستواه المادي لازم يكون شبهك، هتنط واحده اعيش معاه، قلت لك المحن ده مش عندي، انا هنا في واقع. حبيبه قلبي، اول ما الفقر بيدخل من الباب الحب بيطلع يجري من الشباك. مستواكي اقل ما فيها، متعوده مثلا في بيت اهلك تصحي تفطري نسكافيه، في يوم من الايام صحيتي لقيتيه خلص، الوش مش هيتقلب معاكي دايركت، مش هتتخنقي. انا بجيب لك اقل تفصيله، بجيب لك اقل حاجه. مش هدخل بقى في الاكل والشرب واللبس والخروج والاوبر والعربيه، كل واحده عايشه في مستوى مش هتقل عنه. لو استحملتي اسبوع في التاني في التالت مش هتستحملي بعد الجواز. ويا خيبتك لو وقعتي مع بخيل هتكرهي نفسك اكتر. العنصر الثالث اللي لازم يكون موجود، بس لازم يكون رقم 3، الحب. بتحبيه، معجبه بيه، طايقاه، لان المخده مش هتشيل جنبك واحد مش طايقاه. خلينا صراحه، لازم تكوني على الاقل طايقاه. فالحب مطلوب، بس يكون عنصر ثالث، لانه لو طلع رقم 1 هيبوظ الموضوع كله. شيروا لي الفيديو وافهموا انا عايزه اقول ايه بعد اذنكم، عشان انا تعبت. الحب ما ينفعش يبقى رقم 1، هتتنازلي عن رقم 2 و3. خليكي فاكره كلامي، الحب لو بقي رقم 1 قبل التفاهم والمستوى الاجتماعي انت اللي هتخسري، بس بعد الجواز، بعد فوات الاوان. واوانك لو فات ما تتابعنيش، عشان انا اقرف في المحتوى مش عايزه. المحن ما بحبوش، ده الواقع. تفاهم، المستوى الاجتماعي، الحب لو طلع رقم 1، 2 و3 هتتنازلي عنه دلوقتي، بس بعد الجواز هتطلبيهم. مفيش واحده اتربت هاي هترضى تنزل عشوائيات، ومفيش واحده اتربت على مستوى مادي كويس هترضى تنزل لاقل. خلينا واقعيين، انا ما بحبش المحن، انا واقعيه هنا. فلمي نفسك وشوفي حد شبهك والزمي بيه، غير كده ما تتابعنيش. تمام؟ شيروا لي الريلز ده، وهابي فالنتاين داي.